زمان اول ما السوشيال ميديا طلعت واشتهر موضوع الانفلونسر ده، مفيش براند تقريبا في العالم ما جابش انفلونسر عشان يستفيد بمدى تاثيرهم على الاودينس بتاعهم. however ان مع الوقت ابتدى الناس تحس ان ده فيك، وان ده فيد باك، وان ده بقى خلاص بقت الممثله او الفلان الفلاني اللي بيطلع 4 مرات يكلمني على 4 ديفرنت برودكت بنفس الشكل، فانا بقيتش مصدقه اني مور. ولكن ما زال لسه في ناس ليها تاثير. مش قصدي ان هم بس انا قصدي ان الدكتور ليها تاثير على الطلبه اللي معاها وعلى الكوميونتي اللي حواليها. رامز ليه تاثير على الناس اللي معاه في الشركه واصحابه وانفسهم. however شكل التاثير اختلف من واحده عندها 1,000,000 واحد وبتريتش 1,000,000 واحد، ده ما بقاش زي الاول 100% صح. however ان المايكرو انفلونسر بقى كان ليهم، والمايكرو انفلونسر ده مش ناس معروفه قوي، لكن هم into small very small communities are targeting للبرودكت بتاعي. دول very efficient as per الاكسبيرينس اللي احنا بنعملها في الايجنسي. يعني انا لو اخترت 3 بس ممثلين، ال3 دول ما عندهمش غير ال 10,000 فولور، I think رامز لو عامل كامبين دي في الشركه عنده، هو مش محتاج غير ال 30,000 واحد دول اللي يبقى عندهم الانف بريتشيز باور ان هم يشتروا البرودكت بتاعه، ان هم يعرفوا البرودكت بتاعه and so on. فالفكره مش ان التاثير ده مش موجود anymore، لا هو موجود وهيفضل موجود للابد. بس السلكشن بقى هو مين اللي عنده ماي اودينس، هو مين اللي حقيقي بجد، هو مين اللي يميت الكامباني بورتفوليو وستراكشر وماركتنج استراتيجي بتاعتي. فالصعبه في الحته دي هو السلكشن. هو مش الناس بقى ليها انفلونس ولا لا، الناس لسه ستيل ليها انفلونس، بس السلكشن بتاعهم بقى whosoever مين يفت معايا ومع ماي ابروتش.